في زحام الحياة وتضارب الرغبات وتشابك الشخصيات، لا تخلو أي علاقة إنسانية من الخلافات والتحديات. وقد ترسخ في أذهان البعض بفعل الأفلام أو المنشورات الوردية على مواقع التواصل أن العلاقة الناجحة هي تلك الخالية من الصراعات، المليئة بالتفاهم الدائم، الخالية من العتاب أو الغضب أو حتى التعبير عن الانزعاج. ولكن هل هذا التصور حقيقي أم أنه صورة مثالية لا تمت للواقع بصلة؟ الخلاف جزء من المعادلة. العلاقات السوية، سواء كانت بين زوجين أو صديقين أو حتى بين أفراد العائلة، تمر بلحظات من التوتر وسوء الفهم والتعبير المختلف عن الحب أو الاهتمام، وهذا أمر طبيعي بل صحي في بعض الأحيان. فاختلاف وجهات النظر لا يعني بالضرورة وجود خلل في العلاقة، بل هو دليل على وجود شخصين مستقلين لكل منهما طبيعته وتجربته وأسلوبه في الحياة. ليس من المنطقي أن يتفق شخصان في كل شيء، بل إن العلاقات الخالية من أي نوع من الخلاف قد تعني أحد أمرين: إما وجود طرف يتنازل دوما على حساب ذاته، أو أن العلاقة تقوم على المجاملة السطحية لا العمق الحقيقي، وكلا الأمرين لا يمكن أن يؤسسا علاقة طويلة الأمد. الفرق بين الخلاف والإيذاء: ما يميز العلاقة السوية ليس غياب الخلاف بل غياب الأذى. فالعلاقة الصحية يمكن أن تشهد نقاشا حادا أو لحظات من الصمت أو حتى غضبا، لكن ما لا يمكن أن يوجد فيها هو الإهانة أو التقليل من قيمة الطرف الآخر أو استخدام العيوب الشخصية كسلاح في لحظات الضعف. الخلاف في العلاقات السوية لا يتحول إلى معركة طعن في الكرامة ولا إلى ساحة لتصفية الحسابات، بل هو فرصة للفهم والتقارب وإعادة ضبط البوصلة. وفي نهاية كل خلاف هناك اعتذار صادق واحتضان معنوي وتأكيد بأن الحب لا زال حاضرا رغم كل شيء. لا أحد كامل، فلا تبحث عن نسخة مثالية. في العلاقة السوية لا يشترط أن يكون الطرفان بلا عيوب، على العكس هما شخصان يعترفان بضعفهما ويسعيان لتحسين أنفسهما ويفهمان أن العيب لا يقصي الحب بل يستدعي الصبر والتفهم. الإنسان بطبعه كائن ناقص مليء بالتناقضات، ولذا فإن انتظار علاقة كاملة هو أشبه بالجري وراء السراب. العلاقات الناضجة تقوم على القبول، لا على محاولة إصلاح الطرف الآخر ليتناسب مع الصورة الذهنية المثالية. فحين نقبل الشخص كما هو دون محاولات لقولبته، نكون قد قطعنا نصف الطريق نحو علاقة مستقرة. من أكبر الأخطاء التي تقضي على العلاقات حتى وإن بقيت ظاهراً على قيد الحياة هي المعايرة، تذكير الطرف الآخر بأخطائه أو بعيوبه أو بماضيه في لحظات الغضب يترك جروحاً لا تشفى بسهولة. العلاقة السوية تقوم على الستر لا على الفضح، وعلى الدعم لا على التحطيم. الشخص الذي يحبك حقاً لن يستخدم ضعفك ضدك ولن يهددك بما تعرفه عنه. فالحب الحقيقي لا يبتز ولا يهدد ولا يعاقب بالنبش في الذكريات المؤلمة، بل هو ملاذ لا سيف. في العلاقات السوية اللوم مؤقت والنية دائمة. نعم، قد نلوم وقد نعاتب، لكننا لا نحمل الضغائن. في العلاقة الصحية يقال العتاب لا بهدف الإيلام بل بهدف التوضيح والإصلاح. ونية البقاء مهما تعثرنا هي ما تميز علاقة ناضجة عن علاقة مؤقتة. حين نختلف لا يكون خيار الرحيل هو أول ما يتبادر إلى الذهن، بل يكون هناك رغبة صادقة في الفهم وفي العودة إلى نقطة الالتقاء حتى لو احتجنا إلى وقت. فالفكرة ليست في أن نكون متطابقين بل في أن نكون متفاهمين. اللغة المشتركة الاحترام، ما يجمع بين كل العلاقات السوية رغم تنوع أطرافها هو وجود الاحترام المتبادل. حين يغيب الاحترام يغيب كل شيء. فحتى الحب القوي لا يصمد طويلا في بيئة مهينة أو ساخرة أو عنيفة. العلاقة التي تبنى على الاحترام تزهر حتى إن مرت بأيام عصيبة. أما العلاقة التي تبنى على السيطرة أو التحقير أو التقليل فهي إلى زوال. الاحترام لا يعني فقط الكلمات المهذبة بل يشمل التصرفات الصغيرة، الاستماع بصدق، عدم مقاطعة الحديث، تقدير مشاعر الطرف الآخر، والحرص على عدم إيلامه حتى في ذروة الغضب. في النهاية علينا أن ندرك أن العلاقات الإنسانية لا تقاس بعدد الصور الجميلة التي نشاركها ولا بعدد الأيام التي لم نشهد فيها خلافاً، بل تقاس بقدرتنا على تجاوز الخلافات دون أن نكسر بعضنا، وعلى الاختلاف دون أن نفقد احترامنا لبعض،
وعلى البقاء رغم كل التحديات، لأننا نؤمن بأن من نحبهم يستحقون أن نقاتل من أجلهم، لا أن نقاتلهم. فالعلاقة السوية ليست مثالية لكنها إنسانية، فيها الشد لكن بلا انكسار، وفيها العتاب لكن بلا إهانة، وفيها خلاف لكن بلا إيذاء. وفي النهاية هي العلاقة التي نختلف فيها كثيرا لكن نعود دوما، لأننا نعلم أن خيار الجرح غير موجود في قاموسنا.